سدا على الاعمال التي كان يقوم بها جيش النظام من عمليات اعتقال ودهن وعمليات قتل شبه يومي متكرره على المدينه. فقام اللواء حمزه اسد الله بالتعاون مع الاليه والكتائب العامله في المنطقه بالقيام بعمليه تطهير مدينه انقل من حواجز النظام. وقد استمرت العمليه 3 ايام، وقد استطاع خلالها عناصر وكتائب وكتائب جيشنا الحر من تحرير المدينه بالكامل من الحواجز النظام. نعم. طيب، ما هي أهمية انخل من الناحية العسكرية والاستراتيجية، وخاصة بالنسبة لموقعها على طريق دمشق القديمة؟ طبعا مدينة انخل مدينة موقعها هام بالنسبة للمناطق المحررة. نحن نعرف مدينة جازة محررة منذ 3 أشهر، ومدينة انخل تعتبر على طريق عام دمشق درعا، وشريك عام دمشق درعا الذي يقوم بعملية طبعا عملية مختلفة امتداد عن قوات النظام في باقي محافظة درعا وابتداء مدينة درعا وابتداء درعا منور والشرق فيه. نعم. طيب، هل لديكم مخطط عسكري للحفاظ على مدينة انخل؟ وما هي الخطوة التالية؟ بمعنى يعني هل ستكون هناك مدن أخرى سنشهدها بالقريب محررة على غرار انخل؟ نعم إن شاء الله. فلذلك طبعا سنتابع عملية تحرير باقي مدن وقرى محافظة درعا للوصول طبعا إلى السيطرة شهد في المنطقة الجنوبية وتحرير مدينة درعا بالكامل. نعم. وماذا عن مخطط الحفاظ على المدينة من الناحية العسكرية؟ طبعا مخطط المدينه احنا عم الانجاز العظيم المخطط طبعا عناصر جيشنا الحر واليه وكتائب جيشنا الحر سنقوم بالحفاظ عليه في طبعا موضوع مثل نحن دلوقتي بصدد موضوع عن الحفاظ على المدينه وعدم الدخول سماح لقوات النظام بالدخول مره اخرى الى هذه المدينه. طيب سيادة العقيد، كثر في الآونة الأخيرة قتال ميليشيا حسن نصر الله في مناطق عدة من درعا، هل استطعتم رصد تلك الميليشيا أثناء قتالكم في انخل؟ نحن كل من واجهنا طبعا هم عناصر سوريين، ولكن وجدت بعض العملات موجودة في الحواجز التي تم تحريرها، عملات لبنانية وعملات إيرانية. نعم. شكرا لك العقيد صابر سفر، قائد اللواء حمزة أسد الله، حدثنا من انخل.